لان سعود الاجبان عنده نظيفه، فلما بيعمل عليها عرض فيبقى ما يتفوتش. وده اكيد منتج كويس ما دام موجود في رويال هاوس، ودول احسن تخفيضات على الشاشات لان هايبر هو اللي منزله. كل براند من دول عامل صورة ذهنية بميزة تنافسية معينة، وعلشان يفضل على طول في بالك بينزل كل شوية عروض في مجلة مطبوعة أو بوستات على السوشيال ميديا. والأهم من المنتج نفسه إنه يحط البراندنج بتاعه. لو عندك سوبر ماركت وعايز تعمل زي السلاسل الكبيرة دي، المشكلة اللي هتقابلك غالبا في الطريق إنك علشان تعمل 100 تصميم مثلا ل 100 منتج كل شهر هتدفع قد إيه في التصميم أو للمصمم. فيا سلام لو في برنامج تديله قالب أو تمبلت ثابت وتملى شيت إكسل فيه لستة العروض والمنتجات وهو يخلص لك الدنيا. كلام حلو. شد حزامك وتعالى الخص لك الخطوات، وهتلاقي في موضوع على عمرو شعلان دوت كوم فيه شرح مفصل، او اكتب لي كلمه لينك في التعليقات وابعت لك اللينك مباشر. يلا ناخد طريق يوفر فلوس ووقت ومجهود. ادخل على كانفا دوت كوم وهنختار التصميم مربع زي بتاع الانستجرام كده. ممكن نختار من القوالب الجاهزة حاجة مناسبة أو نعمل واحد. أنا هختار جاهز وأعدل عليه وأشيل منه اللي مش محتاجه وأضيف اللوجو بتاعي. من أبس اللي على الشمال دي هكتب في السيرش كلمة بالك، وممكن تحط له شيت بأي من الامتدادات اللي تحت دي أو تدخل الداتا يدوي. ده شيت صغير للتجربة فيه اسم المنتج والبراند والسعر. دلوقتي تختار أماكن استبدال التكست، مثلا هنا السعر ومكان الكلمة اللي فوق دي البراند وتحتها اسم المنتج. مبروك كده عمل 10 تصميمات ل10 منتجات اللي كنت حاططهم له في الشيت. ممكن نظبطهم لو محتاجين ويبقى فاضل نجيب صورة المنتج من على النت أو صورة من عندك دراج اند دروب بتظبطها في مكانها. التسويق على السوشيال ميديا حلو ومفيش كلام، وممكن تكون بتصور البضاعة من المخزن أو من على الرف عندك وتحط عليه السعر، وده كلام حلو. بس الأحلى إن الناس تشوف اللوجو والبراندنج بتاعك كل ما تشوف بوستاتك وتتعود عليه وتنطبع في ذهنهم اسمك واسم مكانك، ويبتدوا يرتبطوا بالبراند ويشكل في عقولهم صورة ذهنية معينة. في فيديو تاني هعرفك إزاي تعمل بلوج بوست وبطريق مختصر. واخيرا طول ما احنا بنسعى في طريق كلنا هنوصل ان شاء الله، بس شطارتنا في اجتهادنا نوصل اسرع وما نلفش ونرجع تاني. ما تبطلش سعي واستمتع بالمشوار.